الموضوع كان صعب في التحمل، المشقه بتاعت كليه الضباط احتياط والتمرينات بالذات في الاول والطوابير أيوة. كانت طبعا كانت مع عمليه صعبه. انا طلعت من الكليه كان وزن 54 كيلو كده، حاجه كده يعني. ايوه انا فاكر البدايه. ايوه يعني انا كنت بشوف الصور والجلد على عظم يعني، فالموضوع كان صعب. لما خرجت من كليه ضباط احتياط رحت سلاح اشغال عسكريه. بعدها عام قرروا ان هم يعملوا امتحانات للناس، عشان في واحد هيقعد في قسم الانشائي في اداره المشروعات في روكسي. فروحنا امتحنا تمام. كنت انا اعلى الدرجات، امتحانونا ساب واوتوكاد وايتابس، فكنت انا من يعني اعلى واحد في الدرجات كويس. فاختاروني ان انا اقعد. ودي كانت مصلحه بالنسبه ان انت واحد هيقعد في القاهره. هقعد في القاهره، فزي ما بيقولوا بلغه الجيش مبيت كل يوم يعني. فبقيت بروح الصبح وبروح بالليل، فطبعا اكني شغال في مكتب. صحيح. وبالذات وشغال في تخصصك كمان. وشغال في تخصصي، ودي حاجه فادتك جامد طبعا.